ازيكم يا جريد فور؟ عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد ودي قناتي ساينس شاين. في الفيديو ده بقى هنحل مع بعض أسئلة تقييمات الوزارة، وهنحل على أسئلة monthly exercise 1، والأسئلة دي مهمة جدا جدا وهيجيلكم هنا في الامتحان. أول حاجة بيقولي complete the following statement. question number 1: the battery placed inside the game is considered a. الباتري اللي احنا بنحطها في الجيم وبيخلي اللعبة تشتغل دي تعتبر ايه؟ شاطرين. الباتري دي تعتبر source of energy. ليه؟ لأن هي اللي بتساعد الجيم اللعبة ان هي تعمل operate تشتغل. يبقى الباتري اللي موجودة inside the game is considered a source of energy. طيب بعد كده question number 2 بيقولي one of the most famous robot in the Mars rover which called DOTS. بيقول لي واحدة من أشهر الروبوتس بتاعة مارس روفر، احنا سميناها مارس روفر ايه؟ شاطرين. curiosity puts need dots to operate. الروبوت بيحتاج ايه عشان يحصل له operate؟ هو بيحتاج energy عشان يعمل ايه؟ operate. طيب بعد كده question number 4 بيقول لي that dots is a source of energy on earth. مين هو مصدر الانرجي في الارث سيرفس؟ شاطرين. الصن. المصدر الأساسي للإنرجي في حياتنا كلها هو جاي منين؟ من الصن. بعد كده question number 5 بيقول لي your body store dots energy. جسمك متخزن فيه أنهي form of energy؟ شاطرين. chemical energy. طب حد يقول لي ليه يا مس؟ عشان انت بتاكل فود، والفود ده بيكون جواه chemical energy. يبقى انت لما تاكل الفود اللي فيه chemical energy ويبقى inside your body، يبقى your body جسمك بتخزن فيه chemical energy. بعد كده question number 6 بيقول لي energy reaches the earth in the form of dots and dots. الانرجي اللي جاية من الصن بتوصل للإيرث surface في شكل ايه وايه؟ احنا عارفين ان الصن بتدينا two forms of energy: light energy و thermal energy. يبقى كده الانرجي اللي بتوصل للإيرث surface بتكون في two forms، في شكلين: يا اما light energy او thermal energy او heat energy. تمام كده. طيب بعد كده question number 7 بيقول لي a planet convert dots energy to dots energy stored as sugar. البلانت النبات بيحول أنهي form of energy لفورم تانية من الانرجي بتكون متخزنة جوه الشوجر. طيب هو البلانت ده عشان يعمل الشوجر ويعمل الفود بتاعه بيحتاج ايه؟ بيحتاج الصن. طب ليه؟ عشان هو بيبدأ ياخد اللايت انرجي اللي جاي من الصن ويبدأ يحوله جواه لكيميكال انرجي. الكيميكال انرجي دي بتكون متخزنة جوه مين؟ الشوجر اللي هو الفود بتاع البلانت. يبقى هنا البلانت بيحول any form of energy لأني form of energy، يبقى من light energy to chemical energy. تمام كده. طيب اللايت انرجي جابه منين؟ جابه من الصن. بعد كده question number 8 بيقول لي a hair dryer convert dots energy to dots energy. الهير دراير بيحول أنهي form of energy لفورم تانية. طيب هو عشان يشتغل محتاج ايه؟ محتاج electricity. طيب هو لما ياخد الالكتريكال انرجي ويحصل له operate بلاقي اللي بيحصل، بلاقي ان الريش بتاعة المروحة اللي جوه الهير دراير بتبدأ ان هي يحصل لها move، يعني في kinetic energy، وبيخرج لي هوا سخن، يعني في thermal energy. طيب وايه كمان؟ وهو شغال بسمع صوت الهير دراير وهو شغال، يبقى بيخرج لي كمان sound energy. يبقى الهير دراير بندخله electrical energy بيخرج لنا kinetic energy و thermal energy و sound energy. طيب يبقى كده الهير دراير بيعمل convert لأني form of energy لأني form of energy، يبقى من electrical energy to thermal energy. او مثلا عايز تكتب kinetic energy صح برضو. تمام كده، بس انا هكتب هنا thermal energy. طيب بعد كده question number 9 بيقول لي an electric light bulb convert dots energy to dots energy. electric light bulb اللي هي اللمبة بتحول أنهي form of energy لفورم تانية. طب هي عشان تشتغل محتاجة ايه؟ محتاجة electricity، يعني بندخل لها electrical energy. طب لما تشتغل هتديني ايه؟ هتديني light، يعني ضوء كده او نور، يعني من electrical energy to light energy.
بعد كده question number 10 بيقول لي there are many forms of energy such as dots and dots. بيقول لي في forms كتير جدا للانرجي، بس هو عايز هنا 3 بس. ممكن نقول له electrical energy، او مثلا thermal energy، او اللايت energy. عندي forms تانية زي الكيميكال energy، زي مثلا الساوند energy. كل دي forms من الفورمز بتاعة الانرجي. تمام كده، بس هو هنا عايز 3 بس. تمام. طيب بعد كده question number 11 بيقول لي the input energy in hair dryer is. ايه الانرجي اللي بتدخل للهير دراير وبتساعده ان هو يشتغل؟ شاطرين، electrical energy. طيب بعد كده question number 12 بيقول لي from examples of renewable fuel is dots. مين الاكزامبلز بتاعت renewable fuel؟ احنا عندنا قلنا ان الفيول فيه منه نوعين، renewable و non renewable. الرينيوبل زي مين؟ زي البايو فيول. والنون رينيوبل زي الفوسلز فيول. طيب من البايو فيول اكزامبلز مين؟ قلنا فيه الشاركول، وقلنا فيه الوود، وقلنا فيه الليكويد فيول. فالحاجات دي كلها من البايو فيول اللي تعتبر رينيوبل. انما بقى النون رينيوبل اللي هو من الفوسلز فيول زي الكول والجازولين والاويل والناتشورال جاز. طب هو هنا عايز اكزامبل للرينيوبل فيول، ممكن نقول له هنا البايو فيول زي الشاركول. تمام كده. طيب بعد كده question number 13 بيقول لي fuel is a substance that produces dots when burned. الفيول دي الحاجة اللي بتطلع لك ايه لما يحصل لها burn. انت لما تيجي تعمل burn للفيول هيديك ايه؟ هيديك heat، يعني هيديك any form of energy. شاطرين، thermal energy. يبقى الفيول هو السبستانس اللي بيدينا thermal energy لما نعمل له ايه؟ burn. تمام كده. طيب بعد كده question number 14 بيقول لي from examples of biofuel is. مين الاكزامبلز بتاعت البايوفيول؟ لسه قايلينها، الوود والشاركول والليكويد فيول. الحاجات دي كلها examples للبايوفيول. هنكتب هنا حاجة واحدة بس، ممكن نكتب الشاركول. طيب بعد كده question number 15 بيقول لي the decomposition of planet and animal remains produce dots fuel. الريمينز البقايا بتاعة البلانت والانيمال لما يحصل لهم داي وبعد كده يحصل لهم ديكومبوزيشن، دول بيكونوا لي انهي نوع من الفيول؟ شاطرين، الفوسلز فيول. قلنا ان الفوسلز فيول كلها بتتكون من ديد بلانت اند انيمال، يعني بلانت وانيمال حصل لهم داي، ماتوا، وبعد كده حصل لهم ديكومبوزيشن، اتحللوا وتعرضوا لاكستريم هيت اند بريشر، وكل واحدة فيهم هتعمل نوع مختلف من الفوسلز فيول. يعني مثلا لو هو السورس كان من بلانت فهيعمل لي كول. لو مثلا السورس او الحاجة اللي حصل لها داي دي كانت مثلا سي كريتشر فهتكون لي الاويل. تمام كده. طيب يبقى هنا الديكومبوزيشن بتاع البلانت والانيمال بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي فوسلز فيول. بعد كده question number 16 بيقول لي fossils fuel are dots energy source. الفوسلز فيول ده يعتبر أنهي energy source؟ renewable ولا non renewable؟ شاطرين، non renewable. بعد كده question number 17 بيقول لي water is dots energy source. الووتر بقى تعتبر أنهي نوع من الانرجي source؟ renewable ولا non renewable؟ شاطرين، الووتر طبعا renewable. طيب بعد كده question number 18 بيقول لي energy is generated by burning of. الانرجي بيحصل لها generated لما نيجي نعمل burn لمين؟ طيب تعالوا نفتكر مع بعض ايه الحاجة اللي لما بنعمل لها burn بتديني energy؟ شاطرين، الفيول. اي فيول قلنا بنعمل له burn بيديني energy، يبقى نكتب هنا fuel. طيب بعد كده question number 19 بيقول لي there is high percentage of dots in large city. في نسبة كبيرة جدا من ايه في large city في المدن الكبيرة. احنا عارفين ان large city المدن الكبيرة بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها pollution، تلوث بنسبة كبيرة جدا جدا. وده بسبب ايه؟ بسبب الفاكتوريز، المصانع الكتيرة، وبسبب كمان الكار. بيكون في large city فيها عربيات كتير جدا وكلهم بيطلعوا smoke، دخان، فده بيعمل air pollution. يبقى في large city بيكون في high percentage of pollution. بعد كده question number 20 بيقول لي from examples of fossils fuel is. مين الاكزامبلز بتاعت الفوسلز فيول؟ عندنا اكزامبلز كتير زي مثلا الجازولين والاويل والكول والناتشورال جاز. كل دي اكزامبلز للفوسلز فيول. نكتب اي واحدة فيهم، كلهم صح. تمام كده. طيب
بعد كده question number 21 بيقول لي from examples of renewable energy source. عايزة example ل renewable energy source زي مين؟ الووتر تعتبر renewable، الويند يعتبر renewable، السولار energy تعتبر renewable. الحاجات دي كلها renewable energy source ما بتعملش بليوت للenvironment. يبقى نكتب هنا water, wind, solar energy. بعد كده question number 22 بيقول لي the energy emitted from the sun is dots and dots energy. ايه الانرجي اللي بتخرج من الصن؟ شاطرين، لسه قايلينها فوق من شويه، قلنا ان الصن بتعمل produced لللايت energy والثيرمال energy. طيب بعد كده question number 23 بيقول لي solar panel are made up of number of dots cell. هي السولار بانل مصنوعة من عدد من ايه؟ من انهي سيل؟ شاطرين، السولار سيل. قلنا ان السولار بانل دي بتكون كبيرة، جواها في سولار سيل صغيرة كده، يعني مجموعة من السولار سيل كلهم بيتجمعوا مع بعض بيكونوا لي في الاخر السولار بانل. يبقى نكتب هنا سولار سيل. طيب بعد كده question number 24 بيقولي can be used to generate electricity. ايه اللي احنا بنستخدمه عشان نعمل generate electricity؟ انا ممكن يا مس نستخدم الووتر توربين عشان نعمل generate electricity. هقول لك شاطر. طب حد تاني يقول لي يا مس ممكن نستخدم الويند توربين. هقول لك برضو شاطر. سواء الووتر توربين او الويند توربينز، قلنا التوربينات كلها عامة بنستخدمها ان احنا نعمل generate electricity. بس انا هكتب هنا water turbines. تمام كده؟ انت عايز تكتب wind turbine؟ صح، مفيهاش اي مشكلة. تمام؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض. بعد كده بيقول لي write what the following statement refer. اول حاجة a Mars exploration vehicle. ايه الفيكل اللي كانت بتروح تعمل explore لمارس؟ احنا سميناها ايه؟ شاطرين، Mars rover curiosity. طيب بعد كده question number 2 بيقولي the main source of energy on Earth's surface. مين المصدر الأساسي للإنرجي في كوكب الأرض؟ شاطرين، الصن. قلنا إن الصن هي ال source of energy. طيب بعد كده question number 3 بيقولي the source of energy for the human body. انت كهيومن بودي ايه السورس اوف انرجي؟ ايه مصدر الطاقة اللي في جسمك؟ طيب انت عشان يبقى عندك انرجي لازم تكون واكل كويس، يعني لازم تعمل eat للفود. طب ليه يا مس؟ عشان الفود storing it chemical energy. يبقى السورس اوف انرجي مصدر الطاقة بتاعك هو الفود اللي جواه chemical energy. تمام كده؟ طيب بعد كده question number 4 بيقول لي tracking energy from entry to exit. يعني التراك المسار اللي الانرجي بتمشي فيه من الانتري، يعني من اول لما بتدخل للديفايس لحد ما بيحصل لها exit. ده احنا سميناه ايه؟ شاطرين، energy chain. قلنا ان الانرجي chain ده بيوضح لي ايه الانرجي اللي حصل لها انتر اللي دخلت الجهاز في الاول، وبعد ما الديفايس ده حصل له اوبريت اشتغل، ايه الانرجي بقى اللي حصل لها out او اللي حصل لها exit من الديفايس ده. ده احنا سميناها الانرجي chain. بعد كده question number 5 بيقول لي energy produced from burning wood. ايه الانرجي اللي بيحصل لها produced اما احنا نيجي نعمل burn للwood؟ اول لما نسمع ان احنا عملنا burn يبقى اني form of energy؟ شاطرين، thermal energy. طيب بعد كده question number 6 بيقول لي the substance from which electrical wire are made. ايه الحاجة اللي الالكتريكال واير الاسلاك الكهربية مصنوعة منها؟ احنا قلنا في الالكتريك باور ستيشن الالكتريكال انرجي او الالكتريستي اللي بيحصل لها produced من الالكتريك باور ستيشن بتمشي في ايه؟ شاطرين، في كوبر وايرز. ليه قلنا كوبر واير؟ عشان الكوبر ده هو good conductor of electricity. يعني ايه يا مس good conductor؟ يعني موصل جيد للكهرباء، والمعلومة دي هتعرفوها لما تكبروا شوية. تمام كده؟ يبقى المادة المصنوع منها الالكتريك واير هو مين؟ هو الكوبر. تمام كده؟ طيب بعد كده question number 7 بيقول لي energy can't be created or destroyed. ده كان الديفينيشن بتاع مين؟ شاطرين، law of conservation of energy. قلنا ان الانرجي ما بيحصل لهاش created، يعني ما بتتكونش من اول وجديد، ولا بيحصل لها destroyed.
يعني الاوتبوت انرجي اللي خرجت من الديفايس هي مش بعد ما تخرج بيحصل لها ديستروي، لا دي ممكن تتحول لفورمز تانية مختلفة من الانرجي. يبقى الانرجي cannot be created or destroyed، ده الديفينيشن بتاع law of conservation of energy. طيب بعد كده question number 8 بيقول لي the energy supplied to electrical device. ايه الانرجي اللي بنعمل لها supply؟ يعني اللي بندخلها للالكتريكال ديفايس. اي الكتريكال ديفايس يعني جهاز بيشتغل بالكهرباء بيحتاج اني فورم اوف انرجي؟ شاطرين، الكتريكال انرجي، يبقى نكتب هنا الكتريكال انرجي. طيب بعد كده question number 9 بيقول لي substance that produced heat energy when burned. ايه الحاجة اللي بتديني heat energy او thermal energy لما نعمل لها burn؟ شاطرين، الفيول. اي فيول نعمل له burn يديني thermal energy او اللي احنا بنسميه برضو heat energy. بعد كده question number 10 بيقول لي source of energy such as fossil fuel. الفوسلز fuel ده يعتبر أنهي source of energy؟ شاطرين، non-renewable energy source. طيب بعد كده question number 11 بيقول لي بقى energy source زي السولار انرجي. طب السولار انرجي ده يعتبر ايه؟ شاطرين، renewable energy source. يبقى مهم جدا تعرفوا الفرق ما بين الرينيوبل انرجي ريسورس والنون رينيوبل. الرينيوبل زي مين؟ زي الويند والووتر والسولار انرجي وكمان البايوفيول. طب النون رينيوبل زي مين؟ زي الفوسلز فيول اللي هي الكول والاويل والناتشورال جاز والجازولين. تمام كده؟ طيب بعد كده question number 12 بيقول لي conserving energy and preventing its waste. احنا لما نيجي نعمل conserve للانرجي ونمنعها ان هي يحصل لها waste، يبقى احنا كده بنعمل energy conservation. يعني ايه يا مس؟ يعني بنحافظ على الانرجي. تمام كده؟ طيب بعد كده question number 13 بيقول لي increasing smoke level in city. لما السموك الدخان بيزيد في السيتي ده بيعمل ايه؟ شاطرين، بيعمل air pollution. بنكتب هنا air pollution. بعد كده question number 14 بيقول لي energy generated from sun. الانرجي اللي بيحصل لها generate من الsun زي مين؟ شاطرين، السولار energy. طيب بعد كده question number 15 بيقول لي a tool used to grind grain to make flour. ايه الأداة اللي كانوا بيستخدموها زمان عشان يعملوا grind للجرين، يعني يطحنوا الحبوب ويعملوا فلور؟ كانوا بيستخدموا يا اما الووتر ميلز او الويند ميلز. عايز تكتب ميلز بس وتسكت على كده ماشي، بس الاصح انك تكتب wind mills or water mills. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لي give reason for the following. وطبعا احنا عارفين سؤال give reason بنحله ازاي، بنكتب جنبه كلمة قول لي ليه وبنجاوب عليه يا اما because او to. اول حاجة بيقول لي the battery is important in a toy car. قول لي ليه البطارية مهمة جدا في التوي كار اللي هي العربية اللعبة. ليه؟ لان الباتري دي بتكون متخزن جواها chemical energy. الكيميكال energy دي لما تكون موجودة في الكار بتتحول لإلكتريكال انرجي، ودي اللي بتساعد الكار ان تعمل موف يعني تتحرك. يبقى ليه الباتري مهمة في التوي كار؟ يبقى because chemical energy stored in battery converted into electrical energy that make car move. تمام كده؟ طيب بعد كده question number 2 بيقول لي a spacecraft take a long time to reach Mars. ليه السبيس كرافت بتاخد مدة كبيرة قوي لحد ما توصل مارس؟ لان احنا عارفين ان المسافة اللي ما بين مارس وإيرث بتكون حوالي 54 مليون كيلومتر. يعني اي سبيس كرافت هتاخد المسافة دي كلها هتقعد حوالي 6 months لحد ما تروح لمارس. فعشان كده اي سبيس كرافت بتاخد long time، وقت كبير جدا لحد ما توصل لمارس. طب ليه؟ because Mars is about 54 million kilometers away from Earth and it takes about 6 months to go this distance. تمام كده؟ طيب بعد كده question number 3 بيقول لي give reason human food contain energy. ليه الفود بتاع الهيومن بيكون فيه energy؟ لان احنا عارفين ان اي فود بيكون فيه chemical energy stored
فعشان كده الفود بتاع الهيومن بيكون جواه energy. ليه؟ because it store chemical energy in it. يعني في chemical energy متخزنة جوه الفود ده. طيب بعد كده question number 4 بيقول لي the sun is primary source of energy on earth. ليه الصن هي المصدر الأساسي للإنرجي في حياتنا؟ عشان الصن بتديني light energy وبتديني thermal energy وكمان solar energy. فكل الفورمز بتاعة الانرجي دي مهمة للليفينج organisms عشان يعمل grow and survive. يعني مثلا البلانيت هياخد اللايت انرجي من الصن ويعمل الفود بتاعه وبعد كده يخزن جواه كيميكال انرجي، واحنا بقى كهيومن ناكل البلانيت ده او ناكل الفود اللي بيكون جواه كيميكال انرجي. فبلاقي ان كل living organisms بتستفيد من الصن وبتستفيد من الانرجي اللي بتخرجها الصن. يبقى نكتب هنا because it produces light energy thermal energy and solar energy that important to all living organisms to survive. طيب بعد كده question number 5 بيقول لي energy cannot be created or destroyed. ليه الانرجي ولا بيحصل لها created ولا بيحصل لها destroyed؟ ده بسبب مين؟ شاطرين law of conservation of energy. قلنا ان اللو ده القانون ده بيقول ايه؟ ان الانرجي ولا بيحصل لها created ولا بيحصل لها destroyed. طب ايه اللي بيحصل؟ ان هي بتتحول from one form to another form. يبقى نكتب هنا because of law of conservation of energy as energy convert from one form to another form. طيب بعد كده question number 6 بيقول لي energy consumption must be rationalized. يعني ايه مثل الجملة دي؟ طيب أول حاجة energy consumption يعني استهلاكنا للإنرجي لازم يبقى rationalized، يعني لازم يبقى بشكل منظم ويكون في تنظيم شوية. طب ليه؟ عشان الإنرجي دي مهمة جدا جدا في حياتنا، فلازم نستخدمها بوي تخليها ان هي على طول موجودة وما يحصل لهاش waste. تمام كده؟ يبقى ليه لازم ان احنا نستخدم الانرجي بشكل rationalized يعني بشكل منظم شوية؟ because energy resource may run out if we waste them. طيب بعد كده question number 7 بيقول لي fossil fuel are non-renewable energy source. ليه الفوسلز fuel non-renewable؟ عشان للأسف لما بيحصل له run out بياخد millions of years عشان يحصل له replaced تاني، فعشان كده يعتبر non-renewable. طب ليه يا مس احنا بناخد millions of years؟ عشان الفوسلز فيول ده بيتكون من ال decomposition بتاع remain planets and animal، فلازم استنى البلانت والانيمال يحصل لهم die بعد كده يحصل لهم decomposition وياخدوا millions of years ويتعرضوا ل extreme heat and pressure، فعشان كده الفوسلز فيول non-renewable. يبقى ليه الفوسلز فيول non-renewable؟ because when it run out it take long period of time to replaced. تمام كده؟ طيب بعد كده question number 8 بيقول لي life without electricity is very difficult. تخيل كده حياتك من غير electricity هتكون ايه؟ هتكون very difficult. طب ليه؟ عشان هتلاقي في حاجات كتير قوي انت مش قادر تعملها. يعني مثلا اول حاجة خالص اي ديفايس بيشتغل بالالكتريسيتي انت مش هتعرف تشغله، يبقى كل الالكتريكال ديفايس مش هيحصل لها اوبريت. النور اللي انت قاعد فيه ده وانت قاعد بتذاكر مش هيكون موجود، فعشان كده فعلا الحياة من غير electricity هتكون very difficult. يبقى ليه life without electricity is very difficult because electricity operate all electrical device we used in our life. عشان الالكتريسيتي دي هي اللي بتشغل كل الأجهزة الكهربائية اللي انت بتستخدمها في حياتك، فلما يكون مفيش electricity فكل الديفايس دي مش هيحصل لها operate. طيب بعد كده question number 9 بيقول لي large city face numerous problem. يعني ليه large city المدن الكبيرة face يعني بتواجه numerous problem يعني مشاكل كبيرة. ليه المدن الكبيرة بتواجه مشاكل كبيرة؟ علشان للأسف هي بتواجه أكبر مشكلة وهي البوليوشن. ليه؟ عشان اللارج سيتي دي بيكون فيها many people، فيها ناس كتير قوي وكلهم بيستخدموا الترافيك اللي هي وسائل المواصلات. طيب هي مش الترافيك دي بتطلع لنا air pollution؟ طيب ما دي برضو مشكلة كبيرة في اللارج سيتي. طيب بيكون في اللارج سيتي في
factories، في مصانع، والمصانع دي بتعمل smoke، بتخرج كده دخان، وده بيعمل air pollution. ففعلا اللارج سيتي دي بتواجه مشاكل كبيرة جدا. ليه؟ because it contain many people causing traffic pollution and lack of resource. طيب بعد كده question number 10 بيقول لي energy input differ from energy output. ليه ال input energy بيكون مختلف عن ال output energy لأي device؟ لأن ال input energy الانرجي اللي داخلة للديفايس دي بتعمل operate للديفايس ده، انما الاوتبوت انرجي بقى دي الانرجي اللي خرجت لما الديفايس ده حصل له operate واشتغل. وعشان برضو احنا عارفين ان ال law of conservation of energy ان الانرجي بتتحول من فورم لفورم تانية. يعني هل انت مثلا شفت انرجي زي الكيميكال انرجي اتحولت لكيميكال انرجي برضو؟ لا. يبقى عشان كده الانرجي اللي هي بيحصل لها input بتكون مختلفة عن الانرجي اللي بيحصل لها output. ليه؟ because energy transfer from one form to another form. بعد كده question number 11 بيقول لي energy source are diverse. ليه السورس بتاعة الانرجي بتكون diverse يعني مختلفة؟ عشان الانرجي اللي موجودة في حياتنا دي جاية من different resource. يعني مثلا الصن بتديني solar energy، الويند بتديني مثلا electrical energy، burning الفيول لما نيجي نحرق الوقود ده بيديني thermal energy. فعشان كده بلاقي عندي diverse يعني اختلاف وتنوع في السورسز بتاعة energy. ليه؟ because it can be produced from different resource زي الصن والويند وburning fuel. تمام كده؟ طيب بعد كده question number 12 بيقول لي solar energy play a role in generating power. ليه السولار انرجي بتلعب دور مهم جدا جدا ان هي تعمل generating power او ان هي تعمل generate electricity؟ لان احنا عارفين ان السولار بانل دي بتاخد السولار انرجي من الصن وبتحولها لإلكتريكال انرجي وبتساعدنا ان احنا نعمل generating electricity. فعشان كده هي ليها دور مهم جدا جدا في generating power. يبقى نكتب هنا because solar panel convert solar energy into electrical energy that generate electricity. بعد كده question number 13 بيقول لي wind power can be used to generate electricity. ليه الويند ممكن تساعدنا ان احنا نعمل generate electricity؟ لان احنا عارفين ان في حاجة اسمها الويند توربينز. كان ايه اللي بيحصل فيها؟ كان لما الويند تعمل بلو تهب كده بلاقي ان الويند بتعمل روتيت للبليدز بتاعة التوربين، فبلاقي ان التوربينز ده بيعمل بروديوس للكاينيتيك انرجي. طب ليه؟ عشان هو لما البليدز بتاعته تلف فكده هيكون في موشن حركة، يعني هيكون في كاينيتيك انرجي. الكاينيتيك انرجي ده بقى هو اللي بيساعد الجنريتور انه يشتغل ويديني electrical energy ويبقى عندي electricity. يبقى كده عرفتوا ازاي الويند ممكن تعمل لي generate electricity ده عن طريق مين؟ الويند توربين. يبقى نكتب هنا because wind rotate blades of turbine and produced kinetic energy help generator to produce electricity. الكاينيتيك انرجي اللي بتخرج من التوربينز هي اللي بتساعد الجنريتور انه يحصل له اوبريت يشتغل ويديني electrical energy او اللي هي الالكتريستي. تمام كده؟ طيب بعد كده question number 14 بيقول لي windmills and watermills are used. بيقول لي ليه زمان كانوا بيستخدموا الويند ميلز والووتر ميلز؟ شاطرين، عشان هم كانوا بيستخدموها ان هم يعملوا grind للجرين او make flour. يبقى because they use it to grind grain and make flour. بعد كده question number 15 بيقول لي the sun is constant source of energy. ليه الصن تعتبر constant source of energy يعني مصدر أساسي للإنرجي؟ لأن الصن بتديني فورمز مختلفة من الإنرجي زي مثلا السولار إنرجي واللايت إنرجي والثيرمال إنرجي، وكل الفورمز دي هي مهمة جدا لكل living organisms عشان تعمل survive. يعني مثلا الثيرمال إنرجي اللي بيخرج من الصن بيساعد الهيومن إنه يبقى warm، واللايت انرجي اللي بيخرج من الصن ده بياخده البلانيت وبيعمل الفود بتاعه بنفسه وبيكون متخزن جواه كيميكال انرجي. احنا لما ناكل البلانيت ده او لما ناكل الفود ده يبقى احنا بناخد الكيميكال انرجي من البلانيت.
طيب وبرده كمان السولار انرجي اللي بيخرج من الصن ده احنا بنستخدمه في السولار بانل عشان نعمل generate electricity. فعشان كده الصن مهمة جدا جدا في السورس بتاعة الانرجي. ليه؟ because it produced solar energy, light energy and thermal energy that's important for all living organisms. تمام كده. طيب كده احنا خلصنا اسئلة الجيف ريزون. تعالوا نشوف بعد كده ايه الاسئلة اللي هو مديها لنا. بعد كده بيقول لي mention the following energy transformation. يعني في كل الحاجات اللي قدامك دي قول لي كل واحدة فيهم ايه الانرجي ترانسفورميشن فيها، يعني الانرجي بتتحول من ايه لايه. طيب اول ديفايس معانا الالكتريك لايت بولب. طيب اللايت بولب عشان تشتغل محتاجة ايه؟ محتاجة الكتريستي، يعني اول حاجة بندخل لها الكتريكال انرجي. طب لما تشتغل هتديني لايت وهتديني ايه كمان؟ ثيرمال. يبقى الانرجي ترانسفورميشن في الالكتريك لايت بولب يبقى اول حاجه الالكتريكال انرجي بيحصل لها converted to light energy and thermal energy. طيب بعد كده بيقول لي الهير دراير. الهير دراير عشان يشتغل محتاج ايه؟ محتاج الكتريستي. يبقى اول حاجه بندخله الكتريكال انرجي. طيب الالكتريكال انرجي بقى لما تدخل جوه الهير دراير ويشتغل هتديني ايه؟ هتديني thermal energy وهتديني sound energy وهتديني kinetic energy. يبقى الالكتريكال انرجي بيحصل له converted to thermal energy, sound energy و kinetic energy. طب البطارية بتكون متخزن جواها ايه؟ chemical energy. طب اي باتري بنحطها في اي ديفايس بتدي للديفايس ايه؟ شاطرين electrical energy عشان هو بيكون متخزن جواها chemical energy، فالchemical energy بتتحول ل electrical energy وده اللي بيساعد الديفايس انه يحصل له operate. يبقى الباتري تعمل convert ل chemical energy into electrical energy. طيب بعد كده التوربينز دي سواء كانت wind turbines او water turbines بتعمل ايه؟ بتحول الويند انرجي او الووتر انرجي ل electrical energy وكمان kinetic energy. بس الاول بتحولها ل kinetic energy عشان بتعمل روتيت للتوربينز دي، وبعد كده الكاينيتيك انرجي اللي بيخرج من التوربينز هو اللي بيساعد الجنريتور ان يعمل بروديوس للالكتريكال انرجي. يبقى التوربينز الانرجي ترانسفورميشن اللي فيها يبقى اول حاجه الويند انرجي او الووتر انرجي بتتحول لكاينيتيك انرجي، بعد كده الكتريكال انرجي. طيب بعد كده question number 5 بيقول لي wind mills. طيب الويند ميلز دي اللي كانت موجودة زمان ايه الانرجي ترانسفورميشن اللي فيها؟ طب هي الويند ميلز دي بتشتغل بسبب الايه؟ شاطرين الويند انرجي. طب لما تشتغل وتعمل روتيت للبليدز بتاعة الميل للريش بتاعة الميلز يعني كده هي بتديني ايه؟ شاطرين ميكانيكال انرجي. ميكانيكال انرجي دي هي برضه نوع من الكاينيتيك انرجي، يعني الاتنين صح. يعني في الويند ميلز من wind energy لميكانيكال energy. خلي بالكم ميكانيكال energy دي هي kinetic energy. طيب بعد كده question number 6 بيقول لي solar panel. في السولار بانل ايه الانرجي اللي بيحصل لها transformation؟ طب السولار بانل بتاخد ايه؟ بتاخد السولار energy من الصن بتحولها ل electrical energy وتعمل produce electricity. يبقى من solar energy ل electrical energy. طب the food we eat الفود اللي احنا بناكله بيكون متخزن جواه ايه؟ chemical energy. طب انت لما تاكل الفود هيكون عندك energy وتقدر تجري وتلعب، يعني هتعمل move، يعني هيبقى عندك kinetic energy. يبقى من chemical energy into kinetic energy. طيب الالكتريك واشنج ماشين الغسالة الكهرباء بتعمل ايه؟ بيدخل لها الاول electrical energy ولما تعمل operate تشتغل بلاقي الكلوزز بتعمل move بتتحرك يعني تديني kinetic energy. يبقى من electrical energy ل kinetic energy. طيب الالكتريك ايرون اللي هي المكوى الكهرباء هي عشان تشتغل محتاجة electricity، يبقى اول حاجة بدخل لها electrical energy. طب المكوى بقى لما تشتغل بتعمل ايه؟ بتعمل produce للهيت يعني تديني thermal energy. يبقى من electrical energy into thermal energy. طيب البلندر الخلاط عشان يشتغل محتاج ايه؟ محتاج electricity يعني بندخله electrical energy. طيب لما ندخله electrical energy بقى اللي بيحصل بلاقي ان المكونات اللي جوه الخلاط نفسها بتبدأ تعمل ايه؟ move تتحرك، يعني من electrical energy into
kinetic energy. تمام كده، دي الانرجي ترانسفورميشن اللي هو مجمعها لك، وعلى فكرة هي مهمة جدا وممكن يجيب لك اي واحدة منهم في الامتحان. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي define the following، يعني عرف الحاجات اللي قدامك دي. اول حاجة law of conservation of energy. ايه law of conservation of energy؟ شاطرين، اللي هو قانون بقاء الطاقة، اللي هو بيقول ايه؟ بيقول ان الانرجي neither created nor destroyed. طب ايه اللي بيحصل لها؟ انها بتتحول من فورم لفورم تاني. يبقى نكتب هنا الديفينيشن بتاعه ان هو energy neither created nor destroyed but it converts from one form to another form. طيب الرينيوبل انرجي ريسورس بقى، ايه الرينيوبل انرجي؟ هي الانرجي اللي لما بيحصل لها run out بتخلص، بيحصل لها renew تاني، يعني بتتجدد تاني بسرعة بعد ما احنا بنعمل لها ايه؟ used. يبقى ايه هو renewable energy resource؟ هي natural material can be renewed soon after it's used. طب ايه non renewable energy resource؟ هي برضو natural material بس بتاخد long time، ولما احنا بنستخدمها بشكل اسرع ما بنعمل لها renew تاني. يبقى natural material that's used faster than it can be replaced، بنستخدمها أسرع ما بنعمل لها replaced. تمام كده. طيب بعد كده الديفينيشن بتاع pollution، التلوث. ايه هو البوليوشن ده؟ البوليوشن ده هي حاجة harmful على الانفايرومنت اللي احنا عايشين فيه، والبوليوشن ده ممكن يخلي الاير اللي حوالينا والووتر واللاند كلهم يكونوا dirty and unsafe، يعني غير امنين ان احنا نستخدمهم. يبقى ايه هو البوليوشن؟ هي presence of harmful substance in environment that make air water land dirty and unsafe. هي ظاهرة بتعمل harmful للمواد اللي موجودة في الانفايرومنت، وللأسف بتخلي الاير والووتر والويند واللاند اللي حوالينا كمان dirty و unsafe ان احنا نستخدمهم. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي energy transfer pathway، اللي هو قصده بيها هنا الانرجي تشين. طيب ايه الانرجي ترانسفير باثواي او ايه هي الانرجي تشين؟ هي باث، طريق الانرجي فيه كان بيحصل لها flow from one form to another form، يعني الانرجي بتتحول من فورم لفورم تاني، من electrical energy للايت energy، او مثلا من electrical energy لkinetic energy. فده يعتبر pathway، يعني طريق الانرجي فيه بتعمل ايه؟ ترانسفير. يبقى هو الديفينيشن بتاع الانرجي ترانسفير pathway هو path energy flow from one form to another form. تمام كده. طيب كده احنا نكون خلصنا مع بعض اسئلة تقييمات الوزارة على monthly exercise 1. اتمنى انتوا تكونوا فهمتوها واستفدتوا منها، وعلى فكرة هي مهمة جدا جدا وهيجيلكم منها في الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.